يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم طبق الحلو التقليدي القديم المتعارف، الدحدح، ومن أشهر الحلويات المعروفة بفلسطين، ومن أهم مكوناته السميد. خلينا نشوف المكونات وطريقة العمل. بداية رح نحضر للسميد الطبق اللي رح نغطي فيها الحشوة. بجوت غميق رح أضيف 3 كوبايات من السميد الناعم. أنا استخدمت سميد الفرخة، أي نوع متوفر عندكم سميد ناعم ممكن إن نضيفه. رح أضيف 3 كوبايات من السميد الناعم وكوب من السميد الخشن، المجموع 4 كوبايات من السميد. راح أضيف عليهم كوب من الطحين متعدد الاستعمالات، وكوب من السكر، بالإضافة إلى المكون الأساسي الكركم. ضفت عليهم معلقة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من الحليب البودرة. صارت المكونات الجافة عندي جاهزة. رح نحرك المواد الجافة نخلطها مع بعض حتى تتجانس. رح أبس للسميد، رح أضيف عليهم كوبايتين من السمن النباتي. السمنة اللي ضفتها بحرارة الغرفة. رح أبس السميد مع السمنة مثل ما ببس السميد للهريسة أو للمعمول. رح أحرك المواد كاملة حتى أتأكد إنه السميد شرب السمنة تماماً. مدة البس تقريبا 5 دقايق. بدنا نبس المواد مع بعض حتى نتأكد السميد شرب السمنة وتجانسوا مع بعض. بعد ما أبس السميد والسمنة رح أضيف عليهم تقريبا كوباية من الحليب الدافي. إضافة الحليب تدريجيا. رح أضيف أول نص كوباي، وإذا اعتازت الخلطة رح أضيف نص الكوباية الثانية. أنا احتجت كوباية كاملة من الحليب الدافي. وبعد ما نعجنها العجينة طرية رح نتركها 5 دقايق لحتى نحضر للحشوة. بجات غميق رح أضيف كوبين من السميد الناعم، وراح أضيف عليهم 3 معالق كبار من القرفة الناعمة، و4 معالق من السكر، وكوب من جوز الهند الخشن، بالإضافة إلى كوب من الجوز برشته بإيدي أو بالمحضرة، وكوب من القطر. وآخر مكون عندي ضفت معلقتين من السمن النباتي، أي سمنة متوفرة عندكم، سمنة حلويات ممكن إن نضيفها للبس. بعد ما ضفنا السمنة رح ندعك المواد كلها مع بعض حتى يتشرب القطر والسميد كله مع بعض وتنبس. وبدي السميد يكون مبرغل ويكون رطب، ما بدي الحشوة تكون متماسكة لحتى نقدر نفردها بالصينية.
وهيك مثل ما انتم شايفين صارت الحشوة جاهزة عنا. بجات بايركس او صينية متوفرة عندكم راح اخذ نص كمية السميد. انا اخذت عندي اقل من النص لانه هذه الكمية اللي انا جهزتها بتعمل صينية كبيرة وصينية صغيرة. مثل ما قلت لكم نقدر نقسم نص الكمية انه نستخدم كاستين من السميد. بعد ما فردت السميد بالصينية بطبقة متساوية رح اتأكد انه الطبقة اللي تحت نفس المستوى. بعد هيك رح اضيف الحشوة اللي انا جهزتها، السميد والقرفة والقطر والجوز. يفضل الحشوة تكون اسمك، الطبقة اللي بالنص اسمك من السميد الطبقة اللي تحت. النكهة اللي بتجيب الدحدح هي الطبقة الوسطانية، لأنه بمكوناتها القرفة والقطر والسكر، هي الطعم اللي رح تجيب الدحدح. بعد ما فردتها رح أرصها بإيدي حتى لما بدنا نيجي نقطعها تكون عنا القطعة متماسكة. مثل ما قلت لكم كل ما كانت الطبقة الوسطانية سميكة كانت أطيب لصينية الدحدح. وهلأ بعد ما رصينا القرفة بالصينية رح ناخد الطبقة الأخيرة لحتى نغطيها بكيس نايلون. رح أفرده، رح أضيف طبقة من السميد، رح أفردهم بإيدي طبقة متساوية حتى تسهل علينا الفرد. آخر طبقة رح أمدهم بإيدي ورح أضيفهم بهذا الشكل فوق الحشوة حتى يسهل علينا الفرد. وبأطراف أصابعي راح أفرد السميد، وراح أخذ كمان نفس الطريقة بالكيس النايلون. راح أضيف كمان شوي من السميد العجينة لحتى نغطي الطبقة كاملة. بعد ما أغطي طبقة القرفة مثل ما قلت لكم بأطراف أصابعي راح أغطي الصينية كاملة، ولازم تكون عندي الطبقة متساوية نفس المستوى. وبعد ما فردناها بالصينية راح أقطعها وأدخلها مباشرة على الفرن. نقشتها بملقط المعمول، ممكن إنه ننقشها بالشوكة أو بالسكينة. بعد ما ننتهي من تنقيشها راح أحطها بالفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، وبس نشوف الأطراف اتحمرت راح نحمرها من فوق. مدة الشوي تقريبا من ثلث ساعة لنص ساعة على حسب درجة حرارة الفرن اللي عندك. وهيك صارت جاهزة، رح ندخلها على الفرن. وبعد ما طلعناها من الفرن رح نكون محضرين كاسة من القطر السخن، رح نضيفها فوق الدحدح. أنا تقريبا شربتها كاسة إلا ربع. ممكن إنكم ما تشربوها بالقطر، هذا ذوق شخصي عندكم. بعد ما شربناها بالقطر رح نقطعها قطع متساوية. وهيك وصفتنا للدحدح صارت جاهزة. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. معكم هبة من أكلات هبوش، وصحتين وعافية.